بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده الفيديو ده هيكلمك بس عن ازاي تكلم العميل لما يبعت لك رساله على الماسنجر. اي منتج انت بتعرضه طبعا على الفيسبوك، معروف ان الرسائل بتاعه الماركت بتظهر على الماسنجر. طيب لو فتحنا الماسنجر زي ما انتم شايفين كده بيجي لك الصفحه بتاعتك بالرسائل بتاعتك. لو في رسائل على الماركت بليس اجت لك على اي اعلان بتبقى في الخانه دي اللي مكتوب فيها ماركت بليس. طيب لو الخانه دي مش موجوده عندك حاليا، المفروض هي انت بتوصل لها ازاي؟ بتدوس على الثلاث شرط اللي تحت خالص على الشمال. بعد كده بتلاقي في حاجه اسمها طلبات المراسله. المفروض ان انت بتفتحها علشان تشوف لو حد باعت لك برضو رساله بس مش ظاهره في الماسنجر من بره. وبرضو بتدوس على كلمه محتوى غير مهم او احتيالي، زي ما انت شايف كده. الاثنين دول لازم تدوس عليهم وتستنى لحظه تشوف هل في رسائل جت لك على اي اعلان او كده. لا مفيش. طيب بفتح بتاعه الماركت بليس، بيجي لي الرسائل كلها اللي على الماركت بليس اللي انا عرضت اعلانات على الماركت والمفروض بيجي لي الرسائل عليها. طيب النهارده احنا يعني بنوضح للناس ازاي تكلم العميل، يعني ازاي ان انا لما العميل يبعت لي رساله هتجي لي شكلها زي ما انت شايف. هنفتح رساله كده لسه جايه، بتلاقي باعت لك مرحبا هل هذا العنصر متوفر. طبعا ده من اداره الفيس، هو بيدوس ارسال رساله فبيظهر لك القائمه. المفروض ان انت بتدوس نعم هل انت مهتم، يعني بتدوس على اول اختيار بيظهر له كده زي ما انت شايف. تمام، سيبك من الرساله اللي بتظهر لك تحت دي بتاعت الخداع والاحتيال والكلام ده كله. طيب خلاص على كده المفروض ان انا اقول له نعم وخلاص؟ لا، المفروض ان انا هكتب المنتج ليس شعبي وخامه عاليه ومتاح معاينه قبل الاستلام. ده ليه؟ علشان العميل سيبك من ان انت تقول له السعر على طول وخلاص على كده خلصنا. لا، لازم برضو كأنك بياع بتبيع للعميل منتج لازم تكون واثق فيه طبعا. وان شاء الله المنتجات اللي بتكون مش كويسه ما بنشتغلش عليها، فلازم نشتغل على منتج عالي الجوده علشان يوصل للعميل يكون مبسوط منه ويتعامل معاك مره تانية. فاول كلامك بعد ما بتدوس على نعم هل انت مهتم بتبعت له رساله كده شكلها حلو ان المنتج خامته كويسه ومتاح ان انت تعاين قبل الاستلام وقبل الدفع. هنكتب وقبل الدفع. وطبعا كل واحد وخبرته في حته الكلام مع العميل. تمام، وبدوس ارسال. المنتج ليس شعبي وخامه عاليه ومتاح معاينه قبل الاستلام وقبل الدفع. تمام. طيب انا كده عملت عند العميل حاجه اسمها ان انا اديته منتج، حسسته ان المنتج خامته كويسه، مش خامه شعبي زي ما بيكون موجود في السوق اي خامات بتوبر والكلام ده كله. طب بعد كده المفروض ان انا بعمل ايه؟ ممكن اعمل له عروض من دماغي انا، وممكن اقول له السعر الاجمالي شامل التوصيل واقول له الشحن مجانا. يعني مثال هقول له السعر 450 جنيه واكد على خامه عاليه وتوصيل ببلاش. طبعا انا كتبت له كده علشان احنا حطينا مثلا عموله على المنتج وحطينا 50 جنيه او سعر التوصيل في الوقت الحالي اللي بتسمع فيه الفيديو. تمام، فحطيت الاجمالي كله على بعضه وكتبت له السعر 450 جنيه خامه عاليه وتوصيل ببلاش. طيب خلاص انا كده المفروض خلصت دوري، انا كده خلصت دوري خلاص. ممكن اعمل بقى حاجه تانية في ايه؟ في الرسائل اللي جتني بعد كده وعايز ان انا ارد رد سريع بدل ما اكتب نفس الرساله كل مره. بخش على المحادثه دي وباخد الكلام ده نسخ، وباجي عند مثلا الرساله اللي جايه لي وعايز اقول على الثلاث شنط دول مثلا بسعر نفس السعر مثلا، فبدوس احط نفس الرساله اللي هي بتاعت المنتج ليس شعبي وخامه عاليه ومتاح معاينه، لان ده طبعا على كل المنتجات اللي موجوده. وبعد كده بكتب له السعر اللي انا عايزه، السعر 350 جنيه شامل التوصيل او توصيل ببلاش، زي ما كل واحد عايز يرد بيرد براحته. تمام، يا ريت نكون وضحنا للناس الكلام مع العميل. ما ينفعش ان انا اسيب العميل كده بمجرد ان انا ادخل واقول له السعر كذا واطلع خلاص على كده، كلمني كلمني ما كلمنيش خلاص. طيب هل ان انا خلاص كده المفروض بعت الرسالتين دول واستناه بقى لما يرد النهارده بكره اي وقت ارد عليه تاني؟ انا هستنى اخر لحد بكره الصبح مثلا، الوقت الساعه 7 مساء، استنى لحد الساعه 7 الصبح برده كده ولا حاجه، وببعت له رساله احجز لحضرتك يا فندم حضرتك متاح لون معين او مقاس معين محتاجه. اي رساله من الحاجات اللي انا قلتها دي بتبعتها له تاني، وبعد كده خلاص بتسيبه بقى خالص. رد ما ردش خلاص، ممكن يكون السعر مش عاجبه، ممكن يكون هيعمل حسابه يشتري في وقت قدام شويه. ايا كان انت بتبقى عملت اللي عليك. ودي المحادثه اللي المفروض تكون موجوده مع كل عميل. ما ينفعش اقول له السعر كده وخلاص اطلع وكاني يعني بقفل الباب
كلاب في وشه، لازم اتعامل كاني بياع، اخد ودي مع العميل. في ناس بتقول اخر حته موجوده يا فندم، لو حابب ان انا احجزها لك السعر كذا، كل واحد وطريقته. يا رب اكون فدتكم في الرد على العملاء، واتمنى ان الناس تحاول تخترع ردود من عندها كده، وكل واحد وخبرته، وطبعا الارزاق بيد الله، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.